مشكلة اللي بيده القرار لا يريد أن يسمع. يعني لا يريد أن يسمع. من يملك فيصل بن تركي، الأمير فيصل بن تركي، عامر السلهام نائب الرئيس، سلمان القريني مدير الكرة، علي كميخ المنسق الفني، هؤلاء هم اللي الآن بيدهم القرار. هؤلاء الأربعة كلهم لا يريدون أن يستمعوا للصوت النصراوي، يستمعون لأصواتهم فقط. ولذلك يعني ما أستغرب أنه مثلا علي كميخ وهو جديد يعتبر، يعني الأمير فيصل صار له فترة، معه عامر السلهام نائب الرئيس، معه سلمان القريني، كلهم صار لهم فترة في النصر، يعني يمكن 3 سنوات. علي كميخ اللي هو المنسق الفني ما صار له تقريبا من بداية الاستعداد للموسم، ومع ذلك حفظ نفس الكلام اللي يقال من نفس الرجل، انه اصبروا حنصحح الامور. طيب انا ما عندي خليني اقاطعك خلني اجيب لك الرجل الذي لا يود ان يسمع، سمو الامير فيصل بن تركي. مساك الله بالخير ابو تركي. هذا مساك الله بالخير ابو زايد، وانا قاعد اسمع استاذ محمد. ما انا بغيت انبه انك تسمع، فحتى تاخذ وتعطي وياه. ابو تركي كإدارة الحمد لله نسمع ونستمع للرأي الآخر، لكن ما كل ما نسمعه منطقي. الأشياء المنطقية ننفذها وبالتشاور مع الأخوان في الإدارة وبالتشاور مع أعضاء الشرف. لكن مشكلة النصر أنه أي مشكلة بسيطة تكبر، يعني تصبح أكبر مشكلة. ابو تركي عفوا، نعم. صوتك مش واضح، يا ريتك تغير المكان اللي انت واقف فيه. لا كذا اوضح. اي كذا اوضح. اي اقول مشكله النصر انه اصغر مشكله في النصر او تكبر المساله اللي يصبح نادي النصر قد هبط للدرجه الاولى، يعني في بدايه الموسم. احنا اولا في بدايه موسم مر علينا 4 جولات لم نوفق في مباريات، ان كانت ب يعني ما كان الفريق موفق في المباريات، ظروف المباريات ما سمحت لنا ان ناخذ النقاط ال3. لكن بالنسبه للاداره، احنا لما نبحث في عمل اداره نادي النصر، اول اداره تاتي تغير فريق كامل في 2 سنين، ما هو 3 سنوات، هذه 3 سنوات بالنسبه لنا ان شاء الله. ثالثا احنا نعمل بالعمل التراكمي. رابعا عندنا لاعبين وقعنا معهم عقود طويله الامد الى ما بعد ادارتنا. اذا بنتحدث عن اللي حاصل الان في النصر، كل اللي حاصل الان في مجال للتصحيح في الفتره القادمه باذن الله. سمو الامير ما عليه، خلني شوي بتداخل وياك في هذه. يعني حين استلمت نادي النصر كنت الاحظ يعني من خطاب الجمهور النصراوي انك انت يعني رمز الامل اللي جاي بينتشل الفريق. الان الاحظ ان الجميع يطالب باستقالتك، وانت قلت لي غيرت الفريق كامل. هل غيرت الافضل ولا الاسوء؟ هل غيرت حاجه بشكل الفريق؟ الجمهور يعني اقرا كثير ان يطالبون باستقالتك بعد ما كنت الطفل مدلل. ما في شك يا ابو زايد ان كلمتك مغلوطه، الكثير تقول انهم يطالبون باستقالتنا، لكن بالعكس جمهور نادي النصر متفهم. جمهور نادي النصر وراء ادارته باذن الله، ان شاء الله الاغلبيه يعني وراء اداره نادي النصر باذن الله. في المستقبل القريب العاجل بنعالج المشاكل اللي في النادي، بنعالج المشاكل الفريق الاول، وان شاء الله نتحسن من مباراه لاخرى. العام الماضي حملتوا المسؤوليه زنقه، الموسم هذا عامر وسلمان القريني؟ لا ما انا بتحمل المسؤوليه في الاخير، انا رئيس نادي النصر ونتحمل المسؤوليه كلنا جميع. المدرب ما له 4 مباريات، اللاعبين اغلبهم ما لعبوا مع بعض، عندنا اصابات كثيره. انا ما ابغى اتحجج، لكن ان شاء الله في الفتره المقبله بنصحح اخطائنا باذن الله. لا وين التحجج؟ وين تحجج ابو تركي؟ وانت يعني الموسم الماضي نحن في مداخلتنا ان هذا الموسم امتداد هذا الموسم هو موسم انتصارات النصر، لكن هل هو الرجل فعلا اللي ما يسمع؟ خلص الموسم ابو زايد، ما خلص الموسم، احنا في بدايه الموسم. هل هو الرجل الذي لا يسمع؟ طبعا انا مع احترامي لابو تركي، ما في شك يعني انه
يحب النصر، يتمنى يغمض يفتح يشوف النصر أحسن فريق مش في المملكة فقط. لا زلت عند رأيي أن الرجل لم يوفق الفريق عمل كما ينبغي. فريق العمل، وهو الآن ظلم نفسه بأن يقول أني أنا المسؤول. واللي أعرفه وأرجو أنه لا يكذبني، أنه هذا الموسم أعطى كامل الصلاحيات لنائبه عامر السلهام، سلمان القرني وعلي كميخ، وهم اللي اشتغلوا وهم اللي يفترض أنهم يحاسبوا على هذا العمل، مش هو اللي يحاسب عليه. إلا إذا طبعا هو يقول لك أنا المسؤول باعتباري أنا الرئيس وأنا اللي اخترت هذا الفريق. أنا سأظل على خلاف أو على اختلاف مع الأمير فيصل بن تركي في فريق العمل. النقطة الثانية، أنت تقول إنه رجل لا يسمع. يعني أنا أستغرب. يعني تسألني، عفوا نعم. تسألني هل فعلا هو رجل لا يستمع؟ لما يقول لك الآن إنه معظم الجماهير معي، أنا صراحة ما أدري من هو جايبها. يعني هل معظم الجماهير فعلا معك؟ أنا صراحة أتوقف عند هذا السؤال. أعتقد أنه بالإمكان رصد الجماهير، وأنا آسف جدا أنا كنت أتمنى أن يكونوا معه، لكن اللي أهم عندي من كل هذا أنه مثلا غيرنا الفريق، جددنا عقود لاعبين، هذه لا تكفي، لأنه الناس تبحث عن ملعب. الآن الرجل يقول لك إحنا حنصلح الوضع. طيب إلى متى؟ يعني نبغى فترة، نبغى مدة. يقول لنا ترى أنا بعد، يعني أعطيك مثل في الهلال، والناس تزعل، النصراويين يزعلون لما نضرب في الهلال. الأمير عبد الرحمن بن مساعد أول ما بدأ الهلال وانهزم من الشباب، صار في غضب جماهيري وإعلامي إلى حد ما. إيش سوى الرجل؟ قال لك إحنا سوينا كيت وكيت وكيت وكيت، ونعتقد إنه إحنا في البداية إحنا نبغى فترة. كم هالفترة؟ حدد إلى الدور الأول، نهاية الدور الأول. قال لهم بعد كذا إذا ثبت أن غلطنا هنعتذر لكم ونصحح أخطاءنا. كل اللي يطلبه النصراويين الآن واضح أن الأمير فيصل بن تركي مصر على أنه هو يبقى، وأنا ما عندي مشكلة في بقائه. مصر على أن فريق العمل، خليني أكمل إذا سمحت. مصر على أن فريق العمل يبقى، وأنا عندي علامة استفهام على فريق العمل. كل المطلوب منه أنه يقول لنا هل نهاية الدور الأول تكفي؟ تفضل ابو تركي. انا لا اكتمك انه قيل لي اصبر عليه، اصبر 7 مباريات 8 مباريات، يعني من الناس اللي اتصل فيهم في النصر. نعم معلش. قالوا لنا يا ابو سليمان نبغى 7 8 مباريات، علشان انا قلت لهم لكم 13 مباراة الدور الاول كله. استاذ سمو الامير تفضل. لحظة بالنسبة انه انا مستمر على بقائي، انا عندي 3 سنوات قادمة، انتخبت بجمعية عمومية، باقي لي 3 سنوات قادمة بإذن الله، وإن شاء الله في خلال هذه ال3 سنوات نحقق ما يطمح له الجمهور النصراوي. بالنسبة لأنه يعني المدة 3 سنوات اللي طالبنا سموك؟ لا أنت أجلت معي 3 سنوات؟ 3 سنوات حيحقق شيء. بالنسبة للإخوان في أندية أخرى، الأندية الأخرى زي ما ذكرت قبل عندها عمل تراكمي، يعني كانت أندية بطولات وكملت أندية بطولات، فما كان في يعني العمل الكبير اللي يحتاجه الأندية الأخرى أن يرجع للبطولات. بالنسبة لنادي النصر احنا بدينا من الصفر لما استلمنا كإدارة، فاحنا قدامنا 3 سنوات قادمة إن شاء الله فيها إنجازات لنادي النصر. جمهور النصر سيفرح بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله، وإن شاء الله مستقبلا. لما يذكر الأخ محمد دويش أنه أنا مصر على بقائي، لا، أنا لو أجد أي أحد يخدم نادي النصر أفضل مني لاستقلت في الآن يعني. لكن في هذا الوقت الحالي أنا يا أبو زايد أنا ظهرت من مدرج النصراوي قبل ما أكون عضو شرف أو رئيس لنادي النصر. لما تذكر أنه بعض الأخوان في تويتر يقولون أنه أكبر غلطة أنهم شجعوا النصر، أنا أقول الحمد لله يا رب العالمين أني نصراوي. جميل. بس تعرف سموك، يعني هذا الكلام اللي الآن إن بدينا من الصفر وأن عندي تراكمات يعني سابقة في البطولات، هذا الحين يعني للسنة يعني تكرر العام الماضي ويتكرر السنة، وكل ما تقول إن شاء الله بحقق الطموح ويصير الأحباط
يعني تصبح فعلا الشخصيه الاكثر مطالبه باستقالتها من جماهيرك؟ ابو زايد، انت لما تجي وتقيم اداره، تقيم الاداره على فترتها كامله، ما تقيم الاداره على 3 مباريات او على هزيمه او هزيمتين. في انديه اخرى انهزمت في بدايه الدوري العام والعام اللي قبله وحققت حققت بطولات، فلذلك ما نحكم احنا من مباراه او مباراتين. على المدرب تحكم. ابو تركي انت قلت عمليه تراكميه، حاسبونا على عمليه تراكميه. عندما ارجع عامين لفريق النصر واراقب بداياته ووسط قبل العام كان افضل، العام افضل، اقل، الان بدا ينزل تحت. فاذا تراكميه انت متجه، الكيرف متجه الى اسفل وليس صعودا. اذا براقبه كذا، لانه في الدور قبل سنتين النصر اظنه نافس حتى على بطولتين. صحيح. العام اقترب كثير من السنه هذه، بدا ينزل. فتراكميا انت المؤشر قبل العام يقولوا كويس، العام اقل، الان نازل تحت. لا انت يا اخوي صالح، احنا في بدايه الموسم احنا غيرنا الاجانب جميعا. استعدادنا كان ما هو في بدايه الاستعداد، يعني تاخرنا في الاستعداد، المدرب ما اتى الا في نص المعسكر. ففي هذه الاشياء كلها مسببات للاخفاق في بدايه الموسم، لكن باذن الله عندنا فتره الان 14 يوم، زي ما قلت لك باذن الله بنصحح فيها اخطائنا، وباذن الله يكون النصر افضل بكثير. بعيد عن المقارنه، واصلني على تويتر تعليق من واحد يقول حتى القذافي قال الجماهير معي. الله، جماهير النصر ما تقدر لهم. بس انا بقول نقطه. تفضل. كلام ابو تركي الان انه في انديه، يعني انا ضربت مثل في الهلال، انه في انديه كانديه بطولات مي بزي النصر انه بدا من الصفر. بالعكس انا اعتقد الكلام ضده وليس له. يعني لما يجيني الامير عبد الرحمن مساعد اللي هو نادي محقق بطولات يقول يا جمهور الهلال اصبروا عليه فقط الدور الاول، بالعكس هذا دليل ضد النصر. يعني ان الامير فيصل الان يطالب جمهور النصر ان يصبر عليه 3 سنوات، بينما رئيس نادي الهلال يقول لهم اللي حقق لهم البطولات يقول لهم اصبروا علي بس الى الدور الاول ثم حاسبوني. سمعت تعقيبه؟ قال لك انا ما طلبت 3 سنوات. هو يقول الان يقول انا قدامي 3 سنوات، حاسبوني بنهايه فترتي 3 سنوات. لا انه حيحقق بطولات خلال 3 سنوات. هو يقول الان انا ابغى 3 سنوات علشان احقق. المشكله لا مو 3 سنوات، مدته. ابو سليمان ياخذ الكلام ويغير الكلام على حسب اهوائه. انا لما ذكرت طيب يا ابو تركي حدد الان قدام جمهور النصر فتره تحاسب بعدها، حدد 3 سنوات. احدد فتره وحاسب بعدها كيف يعني؟ ايه يعني قل لجمهور النصر الان حسب العمل انا ابغى احقق نتائج بعد الموسم هذا او الموسم اللي يليه. ما في شيء شوف، ما في شيء اقدر احققه الا بتوفيق رب العالمين. يعني ممكن اقول لهم والله بنحقق بطوله، ما اقدر اوعدك ببطوله يا اخ محمد. وانت للاسف الشديد يبدو لي يا ابو تركي انت مجتهد بس انك غير موفق. ممكن يعني انا هذا انطباعي بصراحه، انه الناس هذه اللي قاعده تشتغل غير موفقه. ان شاء الله في القريب العاجل في امر واضح. هناك في معوقات خارجيه ممكن تمنعك صحيح من البطوله، وهي شاهدناها مثلا في فريق الشباب العام الماضي. فريق الشباب لما بدا العام الماضي بدايته كان في اصابات لاعبين، حكم قرار مش عارف ايه، لكن نعم لهذا ابتعد عن ففي معوقات خارجيه نفهمها، لكن في معوقات داخليه في نادي النصر والذي الى الان الاداره لا تريد ان تواجهها، وهي انه المأزق لديها مأزق مادي واحد، مأزق مادي كبير، لانه حقيقه فريقها الفريق الموجود ليس من نجوم. صالح استعجل، ليس من نجوم يعني تلاقي مثلا مباراة يلعب كويس، مباراة مو كويس. اغلب الفريق باكمله حقيقه ما هم نجوم، يحتاج اجانب الى نجوم. الى الان لن قادرين تجيبوا لوحدكم، وايضا مو قادرين تحلوا مشاكلكم مع اعضاء الشرف الداعمين، مو الاعضاء الشرف اللي مو داعمين، الداعمين اللي طيب حدثت مشاكل. تفضل يا ابو تركي.
بالعكس احنا اعضاء الشرف الداعمين موجودين، لكن بعضهم ما يحبون ذكر اساميهم ويغنون عن كثير من اعضاء الشرف يعني. لكن بالنسبه للاعبين وعندنا ازمه ماديه، ما عندنا ازمه ماديه، كل لاعب متاح كنا نريد ان ناتي به لنادي النصر اتينا به لنادي النصر، والاجانب كلفونا مبالغ كثيره، لكن الاجانب ما يقدر يظهر لك من اول مباراه او مباراتين يعني بالمستوى المامول منا، فان شاء الله احنا راح 4 مباريات، ما احنا في نصف الموسم او في نهايه الموسم نقول ان النصر والله فشل في هذا الموسم، فلذلك باذن الله في المستقبل القريب العاجل تعود الامور الى ما يريده الجمهور النصراوي باذن الله. نعم، اليوم الاستاذ المريسل تحدث عن لاعبك الكولومبي، قال هذا قيمته $300,000، صحيح الكلام؟ للاسف صراحه انا للاسف بعض الصحفيين لا يفقهون بعض الامور اللي موجوده عندنا في نادي النصر، فارجو منهم التاكد من مصادرهم او من الاخوان اللي قالوا له هذه المعلومات، او يتكلمون بلغه ارقى من هذه اللغه. سمو الامير، قبل لا اختم لقائي وياك انا شاكر لك طبعا مداخلتك ويانا، حسين عبد الغني هل يسبب لكم الكثير من الاحراجات؟ لا ابدا، انا الاخ صالح الطريقي لما ذكر العقوبه تكون مضاعفه، في اللوائح موجوده في الموسم الواحد اذا اخطا ثم اخطا مره اخرى تضاعف العقوبه. سمو الامير، يعني بصراحه شخصيا ما اتمنى اكون مكانك، يعني على الضغوط اللي جاي من الجماهير، وعلى يعني ان تحس انك بعد ما كنت الامل الان اصبحت لا، يعني ان الامل هذا مش موجود، فاتمنى لك التوفيق، واتمنى ان يعني لان جمهور النصر يستحق شيء كثير. ابو زايد، انا الحمد لله في رئاسه نادي النصر موجود لاحقق ان شاء الله جزء من اللي يرغب فيه الجمهور، وان شاء الله نحقق لهم جميع طموحاتهم باذن الله، والحمد لله انا اتحمل ما يحتاج يعني. شكرا سمو الامير فيصل بن تركي، شكرا. رئيس نادي النصر، شاكر لك جزيلا.